السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الجمعة هنعمل حلويات. هنعمل ايه بقى؟ بما ان عندي الجهاز ده هنعمل حاجة اسمها ايه؟ جوزية والوافل والحاجات الرفيعة دي هعملها عشان الكحك اللي عاملاه اللي ورا ابو عجوة خلص. طب هنعمل وافل. ادي كوبايتين دقيق، وادي معلقتين سمن بلدي، وادي بيض هنضربه في الخلاط، وده حبة ملح صغننين قوي زي ما انتوا شايفين. هنحطها على العجينة، وده حبة نشا على العجينة. هنحط الاول الايه، الحاجات الناشفة مع بعض، وهنعمل الحاجات الطرية زي السكر زي السمنة زي البيض زي السكر زي السمنة زي البيض. هنعملهم في الايه، في الخلاط او لو عندنا مضرب. هنمسك بقى هنا هنضرب، ودوت زي ما انتوا شايفين. وهنحط الفانيليا وهنعجن ونوري. كعورنا الجوزية قدامكم اهي عشان نحطها على الجهاز ده، وهنشوفها اما نخلصها. وكعورناها وحطيناها على الجهاز ونقفل الجهاز وتستوي على طول. بصوا حبيبي الجوزيه اتعملت ازاي، جميله ازاي ما شاء الله. لسه هطلعها ولسه هزوقها وهوريها لكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عملنا الجوزيه بقى يا حبايبي، اوريكم بتزوقها ازاي. عرفتوا هي بقى ليه غاليه جدا جدا في المحلات؟ بتجيبي الاتنين على بعض دول وبتحطي حبه شوكولاته في وسطها، تحطيها في وسطها حبه شوكولاته اهو، وبعدين تقومي حاطه عليها الوش التاني اهو، بصي كده، وبعدين تقومي حطاها في الفرموسيه. ايوه في عندي شوكولاته وفي عندي مربى مشمش وشوكولاته اللي انت عايزاه اعمل، والاخر نحطه في الفرموسيه. ده تزويق الجوزيه. يعني انا بدماغي كده رايقه بقوم عامله الجوزيه دي واقوم حطاها كده ومحطاها في علبه. اي حد يجي اديله ايه، جوزيه ايه، واحده ولا اتنين، بما ان ايه بخيله. منين؟ من المنوفيه. بصوا اهي عم بتعملها تاني اهي، وتقوم حاطه واحده اختها وتقوم حطاها في الفرموسيه عشان تلزق. بتحطها في مربى الاول عشان الفرموسيه تلزق فيها. يعني تاخدي الواحده كفايه وتقولي ايه يا لهوتي، واحده بس كفايه. لو عندك السكر زي مسكره واحده يعني تفتح الايه معاكي. هنعملها بمربى. يلا هنعملها المره دي بمربى. اوعوا اوريهم المربى. مربى اهو، مربى مشمش. ساعه المشمش كنت عاملاها وحطاهم في بعض عشان ينفعوني في الحاجات دي. والاخر ونقول لكم السلام عليكم. فن تزويق الجوزيه ده دي للناس الرايقه مش اي حد. يلا السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عملنا في التوستر ايه ده ايه، كحك العيد اهو. عملناه العجينه انا وريتها لكم، وعملنا وطلع توستر. رش على وشه حبه سكر وتبقى الافطار الصبح. التوستر ده جميل وتمنه منه فيه تمنه جميل. وعملناه هو يبقى افطرنا الصبح. والعجينه مش كتير يعني، بيضتين، معلقه سمنه، بيكنج باودر، فانيليا، لبن بودر، وحطينا ده لوحده والدقيق لوحده. وعملنا الكميه دي، وعملنا كل الكميه دي من كوبايتين دقيق. حلو قوي الفطار الصبح. الكوبايه شاي بلبن. بالليل ملناش نفس الاكل بتاخدي واحده. الحاجه اللي في البيت جميله، والحاجه اللي في البيت كانها ببلاش، ولا بتروحي الفرن ولا بتجيبي ولا بتشتري غالي جدا. الكيلو بقى ب60 وب70 جنيه، وده مش هيكلفك غير
كوبايه دقيق مع حبه سكر مع بيضتين، مش هيكلفولك يا 10 جنيه، وعمل لنا كل الكميه دي. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بيقول لك الفاضي يعمل قاضي. عملت الجوزيه اللي بيقولوا ده مش عارفه بكام في بره، على ايه؟ عملناها احنا على ايدينا، وحطينا فيها الشوكولاته والفرموسيه، وعملنا كمان طبق كحك اهو كله على ايه؟ على التوستر ده اللي انا شارياه في 6 في 1. ما شاء الله. والكحك عامل ازاي، والبسكوت يعني كأنك قاعده في عيد الفطر. وده عملناه كله من كوبايتين دقيق، وخصوصا الكوزية دي محشية مربى، محشية شوكولاتة، حاجة جميلة، وما خدتش كتير من الوقت. اهم حاجة عملت حاجة في البيت. وعندي الشوكولاتة لو انت عايزة تحطي اللهم صل على النبي اهو، لو انت عايزة تدهني الكحك برضو بالشوكولاتة. ما شاء الله حاجة كويسة وحاجة نظيفة، وانت عارفة انت عاملاها ازاي وانت عاملاها. وانا قاعدة كده اهو والتوستر جنبي بشكل في الحاجة واعملها. واقول لكم نتقابل في فيديو تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عملنا الجوزيه بقى يا حبايبي، اوريكم بتزوقها ازاي. عرفتوا هي بقى ليه غاليه جدا جدا في المحلات؟ بتجيبي الاتنين على بعض دول، وبتحطي حبه شوكولاته في وسطها، تحطيها في وسطها حبه شوكولاته اهو، وبعدين تقومي حاطه عليها الوش التاني اهو، بصي كده، وبعدين تقومي حطاها في الفرموسيه. ايوه في عندي شوكولاته، وفي عندي مربى مشمش وشوكولاته، اللي انت عايزاه اعمل. والاخر نحطه في الفرموسيه. ده تزويق الجوزيه. يعني انا بدماغي كده رايقه، بقوم عامله الجوزيه دي واقوم حطاها كده ومحطاها في علبه. اي حد يجي اديله ايه؟ جوزيه، ايه؟ واحده ولا اتنين، بما ان ايه؟ بخيله. منين؟ من المنوفيه. بصوا اهي عم بتعملها تاني اهي، وتقوم حاطه واحده اختها، وتقوم حطاها في الفرموسيه عشان تلزق. بتحطها في مربى الاول عشان الفرموسيه تلزق فيها. يعني تاخدي الواحده كفايه، وتقولي ايه؟ يا لهوتي، واحده بس كفايه. لو عندك السكر زي مسكره، واحده يعني تفتح الايه معاكي. هنعملها بمربى. يلا هنعملها المره دي بمربى. اوعوا اوريهم المربى. مربى اهو، مربى مشمش. ساعه المشمش كنت عاملاها وحطاهم في بعض عشان ينفعوني في الحاجات دي. والاخر ونقول لكم السلام عليكم. فن تزويق الجوزيه ده دي للناس الرايقه، مش اي حد. يلا السلام عليكم.